مساء الخير. النهارده معاكم حلقه جديده من سلسله حلقات انواع الشركات، والنهارده هنتكلم عن اخر نوعين من انواع الشركات، وهما الشركه ذات مسؤوليه محدوده والشركه التوصيه بالاسهم. وهنبدا الاول بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وهي بتتكون من شريكين كحد ادنى ومن 20 ل 50 شريك كحد اقصى، عشان خاطر تحافظ على الاعتبار الشخصي بتاع الشركه. وكل شريك في الشركه بيتحاسب على الديون على حسب حصته في راس المال، وبيكون اسمها مستمد من نشاط الشركه. في النوع ده من الشركات ما ينفعش تزود راس المال عن طريق الاكتتاب العام، وما ينفعش برضه اصدار اسهم او سندات للاكتتاب العام. واللي بيقوم بإدارة الشركة ممكن يكون مدير أو أكتر على حسب الاتفاق ما بين الشركاء. نروح بقى لشركة التوصية بالأسهم. بتتكون من نوعين من الشركاء، شركة متضامنين وشركة مساهمين. وهنبدأ بالشركاء المتضامنين، وهما هيكون عددهم ما يقلش عن شريكين في الشركة، بيكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الإدارة. ولو حصل ديون على الشركة بيتم الاحتجاز على أموال الشركة وعلى أموالهم الشخصية. أما الشركاء المساهمين ما بيكونش ليهم حق في الإدارة، ولو حصل ديون على الشركه بيتم الاحتجاز بس على نصيبهم في الشركه. وراس مال الشركه دي ما يقلش عن 250 الف جنيه. واسم الشركه بيكون مستمد من اسماء الشركه المتضامنين، والاسهم بتاعتها بتكون قابله للتداول في البورصه. وبكده نكون خلصنا سلسله حلقات انواع الشركات، واستنونا في حلقه جديده بموضوع جديد.